مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا ربي. اليوم الفيديو مالتنا جابت لكم بيه شغلات مفيدة، ان شاء الله تستفادون بيها. هنا بنات هاي اخذت جداري تخم جديد، بدأت الجدار القديمة اللي عندي، فهذني جداري كلش نوعيتهن زينة. اخذت اني جدرية قبل ما اخذ هذا السيت كله، استخدمت بيه هواي شغلات فشفته نوعية زينة، يلا اشتريت بقية القياسات. فهذا تقريبا الأصغر قياس بي اللي هو قياس 12، وهذا 16 أخذت، وأخذت 26. فهذني جداري أفضل من الجداري كان عندي. بنات أنصحكم به، إن شاء الله تاخذون من عنده وشوفون التجارب بالأكل مالته، كلش يعني طبخه زين ونظيف. الاستعمال مالته همينه حلو، والغسل همينه كلش سهل، ما يحتاج لا سيم ولا شغلات ولا هاي. فدا تشوفون هنا المادة الزيتية اللي بيه، هاي النوعية اللي نقول عليها زينة. إن شاء الله تاخذون استفادة من هاي النوعية. شوفوا بنات، هاي جداري السابقة باعوا شحراويكم بيها، هي زينة بس باعوا صار بيها، بحيث من يبقى التمن بيها تطلع مادة صفرة بالتمن، فهذا الشي يعني بيه مادة سامة. باعوا شلون وضعها صار. هاي ما اجدفها يعني بالسيم هواية، هي بأثناء الطبخ كله ينشلع بيه المادة اللي مثل هاي، على اساس هي جرانيت. شوفوا هاي الثانية، هاي الكبيرة مثل ما تشوفون بعد شلون وضعها صار. فذني خليتهن لغير استخدامات الصراحة، مثلا شي تسردين بيه او يعني النبات تصير احتياجات دون الطبخ، يعني دون الطبخ واحد يستخدمهن. مثل ما تشوفون هذني كلهن شريتهن لغيتهن، فاخذت هذيكن وقد حبيت افيدكم بيها، اقول لكم هاي النوعيه شنو هي. جربت وحده، يلا بعدين اشتريت الثانيه، اثنين بعدها، فسويتها عندي سيت كامل. بناتي هنا عندي طماطه كانت رايجه، فما عندي كان استعمال لها، فشفتها رايجه، فليش اخليها تتلف. عصرتها وصفيتها وخليتها بهذا القالب مالت الثلاجه مثل ما تشوفون هنا. هسه هنا احتاجيت معدها للطبخ، اخذت معدها الاربع فصوص، ذبيتها للطبخه مالتي اللي اريدها اني، والباقي هسه حفرغه اخليه بالكيس واضمه بالفريزر. شوفوا بنات، هاي بعد ما فرغتها، شوفوا القوالب ايش قد حلوه وسهله الاستعمال تصير. باعوا بنات شوفوا شلون هيجي، من تجين على قد الطبخات مالتش تاخذين ايش قد الطبخه يحتاج لها، 4 فصوص 3 فصوص فصين، انت بعد الكميه اللي تريديها. فهذا نحطها بالكيس ونذبها بالفريزر نفرزها مثل ما تشوفوها. هم انا قلت افيدكم بهاي الفكره. هنا البنات عجبهن يوصلن بيتزا من المطاعم برا، فجتنا هاي البيتزايات حلوة. مع السلامة بنات.